السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بإذن الله تبقوا كويسين. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هتكلمينا على ايه النهارده يا ماما فاهيتا؟ جاية اكلمكم على غادة ام الرجالة ام الحوارات، ايه الحوارنجية اللي المفروض يا جماعة بدل ما نقول ام الرجالة اللي هي رمياهم نقول غادة ام الحوارات. وهكلمكم كمان يا حبايبي على دودو شانل والافلام الهابطه اللي عاملاها لنا بقالها فتره وعايشه حياتها مية مية، بس اهم حاجه تطلع لنا بالافلام الهابطه كل يوم التاني. هنبدا دلوقتي يا حبايبي بغاده ام الحوارات. طبعا يا حبايبي شفنا غاده كل ما مشاهداتها تهبط ترجع تاني تعمل لنا حوار، وحوار تاني يجر حوار علشان مشاهداتها تبدأ تاني كده تنعنش وتزقطط ويبقى عندها مشاهدات. فهو ده راس مالها واكل عيشها، ان هي كل يوم والتاني تعمل لنا حوار شكل علشان طبعا تلاقي مشاهدات. طبعا يا حبايبي شايفينها على طول بتتسول على اليوتيوب وتعيط وتقشر وتضحك، وصراحة ما انتوش عارفينها اذا كان هي فرحانة ولا زعلانة ولا ظروفها ايه، ما تعرفوش. بس هي بقى على التيك توك بقى والمواقع التانية ما شاء الله عليها فرفوشة ونعنوشة ودلوعة كده، فما تعرفوش بقى اذا كان هي يعني بتشيلنا الهم على اليوتيوب وهناك بتتهشك وبتدلع ولا ايه مش عارفين. بس هي كلها حوارات فكسانة وحوارات ملهاش معنى ولا طعم لانك انتي كدابة. اولا يا حبايبي كانت ام شهد طبعا كلنا عارفينها ست بسيطة ومحترمة وست كده بنت ناس وبنت اصول وبامانة. والله العظيم يعني انا اعرف ام شهد من فترة يعني مش كبيرة، بس عارفاها طبعا ان هي بنت اصول ومحترمة وبتحب الخير للناس كلها، وست فعلا بجد تستاهل كل خير. عارفين يا حبايبي ان هي شافتها فترة كده واتصاحبت عليها فترة، بس هي طلعت عديمة الاصل وخسيسة وبياعة زي ما باعت جوزها وزي ما باعت الناس وماما لولا فاني، وباعت قبلها ده وده وده وعملت حوارات كمان لحمدي ووفاء. كل ده علشان طبعا تشتهر وتعمل حواراتها الفكسانة اللي ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة. والست كانت بتسيب كل حاجة وراها وكانت بتروح بتواسيها في ايام لما كانت طلعلنا في الحوارات ان هي اتطلقت ومظلومة والدنيا ضغط عليها والدنيا دي كلها حاطة على راسها. فكانت الست مشكورة طبعا، كانت بتروح لها هي واولادها ويعني بتهون عليها المشاكل والمصاعب والكلام ده كله. فطبعا غادة ما عجبهاش ان ام شهد كانت بتقرف هي واولادها طبعا من عيالها والقرف والمستوى اللي هي كانت قاعده فيه. فطبعا ما عجبهاش ازاي ام شهد تقرف وازاي عيالها يقرفوا، وان ام شهد كده تعمل اكلها بايديها والكلام ده كله. وزي ما شفنا حبايبي راحوا المصيف مع بعض، طبعا ما فيش اي حاجه بتطمر فيها ولا اي عشره ولا اي كلمه. غادة احنا عارفينها يا حبايبي زي موج البحر متقلبة، سواء مع ازواجها سواء مع صحابها مع اي حد. فطبعا يا حبايبي قلبت على المشاهد وما طمرش فيها اي حاجة خالص من اللي هي عملته معاها، قلبت عليها طبعا. والمشاهد بدأت ان هي تشوفها بالصورة الحقيقية او بالطبع الحقيقي اللي الناس ما تعرفوش. طبعا غادة تسكت على كده؟ لا طبعا. الست غادة عملت بس وقعدت تشتم بقى على ام شهد وبهدلتها ومرمطتها وقالت كلام كبير قوي قوي في حقها. ام شهد طبعا زعلت، ولسه بس الفترة دي ام شهد طلعت بقى لينا بفيديوهات وبسات ان هي ساكتة على غادة على حاجات كتير، وان هي غير مؤهلة وغير ملتزمة ان هي تكون ام كويسة، وان هي تعيش يعني عيالها بصورة كويسة. ان هي كانت بتضربهم ضرب جامد جدا، وان هي كانت وحشة في تربية عيالها ومش قادرة ان هي تربيهم وبتضربهم ضرب فظيع. فقالت لها لأ، المفروض يا غادة اللي انت تسيبيهم لابوهم. يعني المشاهدة شافت ان ممكن يكون ابوهم احن عليهم منها من الافتراء والظلم يعني والاسلوب
اللي هي شافته. ام شهد استغربت من الطريقه ومن الحركات اللي هي بتعملها ولا المجانين، فطبعا قالت لها المفروض تديهم لوالدهم. طبعا ام شهد بقى يا حبايبي لما قالت لها ان لازم تودي الاولاد لابوهم وكده، قالت الاول ما انا عرفت ان غاده هتتجوز قلت الحمد لله من اللي هي كانت بتعمله والموبايلات، والله اعلم هي كانت بتشوف ايه او بتسمع ايه. ام شهد طبعا اضرب كتير، ولسه يا جماعه في حاجات كتير جدا هتتفتح، وام شهد طبعا ليها حق الرد على قله ادب وسفاله غاده وكلامها اللي ملوش 30-40 لازمه، لان دي انسانه بياعه غير مؤهله ان هي تكون ام كويسه ولا صديقه ولا اخت ولا اي حاجه خالص، لانها بياعه وعامله زي موج البحر. طبعا يا حبايبي كل شويه تطلع لنا بحوار فاكس وتفضل تقول انا هبيع القناه، يعني ممكن كده في الشهر تقولها 3-4 مرات. يعني انتوا اتعودتوا اكيد طبعا على الكلام الفاكس والافلام الهبطانه. انا هبيع القناه يا جماعه، وانا خلاص انا زهقت من قنوات النقد، وانا ما استعنهمش بالجزمه، وانا مش عارفه ما البسهمش جزمه في رجلي. لا طبعا انت الجزمه، وانت اللي ملكيش 30-40 لازمه في الحياه، لانك انت بدون محتوى وبدون واجهه مشرفه وبدون اخلاق ولا احترام. طبعا احنا كويسين عنك بكتير ومحترمين عنك بكتير، على الاقل مش بتوع حوارات هبيع القناه ومش هبيع القناه. ويا جماعه بالله عليكم لو اي حد عايز يشتريها يتصل بيا. الكلام ده كله شبعنا منه كتير، واول يا جماعه ما مشاهداتها بتهبط بتعمل الافلام دي علشان مشاهداتها ترجع تاني وتتنشط. طبعا يا حبايبي علشان كلنا نتجه على ايه بقى؟ على البيج اللي عاملاه على الفيس، علشان صفحتها تكبر، لان طبعا هي بتقول فيها حوالي 40,000، فطبعا عايزانا نتجه الناحية التانية، وعايزة تكبر من هنا ومن هنا ومن هنا. فحركاتك دي كلها بقت مفقوسة وملهاش اي معنى خالص عندنا، لان عرفناكي غادة ام الحوارات، غادة ام التأليفات. طبعا محدش هيصدقك في اي حاجة تاني. وقالت يا حبايبي اللي بدي اللي هي عاملاه على الفيس دوا فلوسه كلها هتسيبهم وديعة باسم اولادها. فطبعا عايزة تكبر الصفحة وعايزة الكل يتجه طبعا لهناك، وطبعا بتنشط كل شوية قناة على اليوتيوب بالحركات الهايفة اللي هي بتعملها. سواء بقى عيطتي عملتي طبلتي غنيتي، الكل خلاص يا غادة عرفك على ايه؟ عرفك بتاعت حوارات. عيشي بس كده مع السوري وتدلعي واعملي حركات الهبل اللي انت بتعمليها وقلة القيمة، والحركات اللي بتقل منك اللي انت بقى العشق الممنوع وفراشتين طايرين مع بعض وملكيش اي لازمة، والكل عرفك على ايه؟ ما بقيتيش مقبولة في اي بيت مصري من تأليفك وحواراتك والسفالة اللي بتعمليها مع جوزك قدام الكاميرا. قلة قيمة وقلة أدب، واحنا اللي ما نشرفناش اصلا تبقي قناة على اليوتيوب، مش قنوات النقد اللي مش عاجبينك. قنوات النقد مش عاجبينك علشان التأليفات والقرف اللي انت بتعمليه بيطلعوا طبعا بيوضحوا للناس اللي انت كدابة من ايام ماما لولا فاني لما كنت بتطلعي تتكلمي عليهم. برضو نقرت العيش والملح. حمدي ووفاء قلت الفيلا وعملتي تأليفات وحوارات. لما طلعتي كذا مرة على طريقك وخربت الدنيا وطلعتي تقولي انا معيش وانا 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 عشان الحوالات تجيلك، فكل ده احنا دايسينه وعارفينك اللي انت غادة بتاعت حوارات. فربنا يهديكي ويهدي كده على نفسك، لان انت خلاص بقيتي كارت محروق بالنسبة للدنيا كلها. وام شاهدة تكشفك برضو، وكل اسرارك وكل حواراتك هتنكشف. طبعا يا حبايبي طلعت لنا من حوالي اسبوع على موضوع سرقة الذهب، وانا في متابعة كلمتني وقالت لي انا نفسي اشوفك يا غادة، ويا ريت اشوفك يا حبيبتي وتعالي انا بحبك جدا. ومفاجأة يا جماعة من العيار التقيل فجرتها لنا النهاردة يا ست ام شهد في العرض الاول اللي كانت عاملاه النهاردة بعد العصر. طبعا كلنا كنا حضرنا لان هي ست محترمة وتستاهل كل تقدير وكل خير طبعا.
ام شهد يا غاده كشفت سترك بعد ربنا سبحانه وتعالى، لانك انت تستاهلي كده واكتر من كده كمان، لانك انت انسانه كدابه وانسانه غشاشه بتعيشينا على طول احنا ومتابعينك في الغش والتضليل، وان انت انسانه ظالمه وكلك كذب وكلك حوارات. طبعا يا حبايبي فاكرين الاسبوع اللي فات لما قعدت تعمل سلسلة فيديوهات ان هي اتسرقت، وفي واحدة متابعة كلمتها وقالت لها انا عايزة اشوفك يا غادة وبحبك جدا ويا ريت تنزلي عشان اشوفك، وكل ده يا جماعة كان كذب في كذب في كذب. ودلوقتي هقول لكم كان كذب ليه. طبعا يا حبايبي جت قالت لنا ان الذهب بتاعها كانت عايزه تبيعه، وبعد كده بتاع الذهب قال لها اتقالي عليه شويه حوالي اسبوع كده ولا حاجه علشان الدولار غلي، واصبري شويه علشان تبيعيه بمبلغ كويس. فقالت اللي انا كنت حاطاه في الشنطه، وواحده متابعه كلمتني وقالت لي انا عايزه اشوفك يا غاده يا ريت واتمنى باذن الله. فغاده اديتها ميعاد ونزلت بالفعل، قابلتها واتغدت معاها وقالت ان هي كمان سرقتها. ان هي غادة يا جماعة طلعت كدابة، لان البنت دي بتصور معاها فيديوهات على التيك توك وصديقة غادة، ودي طلعت انسانة كدابة وانسانة ضلالية وبتعمل حوارات علشان المشاهدات مش اكتر. وطبعا علشان المشاهدة انسانة متربية ومحترمة ما رضيتش تطلع تقول ان دي تبع غادة وان دي صديقتها وبتعمل معاها فيديوهات، لان المشاهدة جابت لنا صورتين والبنت دي بشعرها وهي بتصور معاها الفيديوهات التيك توك، وجابت كمان صورتها وهي معاها في المطعم لما قالت ان هي سرقتها في حوار الذهب. فكل شيء انكشف وبان يا ست غادة يا محترمة يا بتاعة الحوارات وبتاعة التأليفات، يا ريتك تبطلي بقى حوارات شوية، لانك انت مسختي وما بالكيش اي طعم ولا كاريزما خالص على اليوتيوب، ومحدش بقى طايقك من كدبك وتأليفاتك. فيا ريت تبطلي وتحرمينا من طلعتك البهية، يا ريت يكون كلامك بجد وتقفلي القناة بتاعتك او تبيعيها، وانتي يعني ملكيش اي محتوى ولا ليكي اي مصداقية ولا ليكي اي محبة خالص لأي حد في اليوتيوب. فانت بقى مش بتشتمي يعني اصحاب القنوات بتاعت النقد، لا انت بتقل ادبك. وكمان لما بتعملي حوارات وبنيجي نتكلم على حواراتك بتزعلي وبتقولي فينا وفينا وفينا. ما انت لو تبطلي الحوارات مش هنقول فيكي وفيكي وفيكي، احنا بنقول حواراتك وتأليفك وكذبك وقلة ادبك. تمام كده يا حبايبي؟ ده بالنسبة لغادة بتاعة الحوارات. انا مش هسميها تاني غير غادة بتاعة الحوارات، مفيش حاجة اسمها غادة ام الرجالة اللي هي رمياهم علشان خاطر جوزها، لا طبعا هنسميها بعد كده يا جماعة غادة بتاعة الحوارات. بس كده ونبدأ بقى يا حبايبي في الموضوع التاني. طلعت لنا يا جماعة دودو وكانت طبعا منهارة من فترة كده بسيطة، وقالت يا جماعة أنا معمول لي عمل وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا ما بنامش ولا باكل وعيالي تعبانين وعيالي مخنوقين من اللي احنا فيه، وإني معمول لي عمل ولقيت دود تحت الإزاز بتاع السفرة، وكمان عندي عشيرة من الفيران أكتر من 50 فار، وكمان في فران صغيرة كده ولدة وفران كبيرة واقل فار قد كده. وطبعا بدأت تشرح لنا العمل وان الشقة مليانة دود ومليانة فيران، والفيران دي من الاعمال، وقالت كمان انا عارفة مين اللي عامل لي العمل وسيبوها مفاجأة وحسبي الله ونعم الوكيل والكلام ده كله. بدأت طبعا يا حبايبي توجه الكاميرا على الدود اللي تحت الازاز وقالت ده عمل. المهم يا حبايبي جه ناس كتير طبعا كتبت لها في التعليقات لانك انت مش نظيفة وانت مش مهتمية بالبيت وعلى طول خروجات وعلى طول حفلات ومش مهتمية بنظافة بيتك. طبعا ما ردتش على الكلام ده كله. وبعد كده يا حبايبي بصينا لقينا بتقول ده اخر يوم ليا هنا في الشقة وانا هسيبها وانا مش عارفة ايه والكلام ده كله. بعد كده بصينا لقيناها ربنا هداها وعملت من حوالي يومين 3 السيشن بتاع عيد جوازهم، وبصينا لقينا دمها رايق ومفيش اي حاجة معكنين حياتها. بصينا لقينا كمان بتعمل فيديوهات مع مرات اخوها، مرات الاخ اللي هي وحشة وبتتضايق من قعدة اخت جوزها عندها،
وعملت لنا حوارات، واهم حاجة لقيناها رايقة الفترة اللي فاتت. طلعت تاني يا جماعة امبارح وهي منهارة وعمالة تتكلم بطريقة زي ما يكون حواليها عفاريت الدنيا ومرعوبة وشها اصفر. ويا جماعة انا خايفة وقلقانة، والفيران ملت لي البيت تاني، وكنت هموت انا وجوزي واولادي، وكمان الفيران قطعت لي الخرطوم بتاع الانبوبة. بنتي كانت قاعدة في الأوضة ولقيتها بتصحينا، ولقيت الشقة كلها مليانة غاز. فجوزي بيفتح الضرفة لقى الفيران واكلة الخرطوم بتاع الأنبوبة. طيب يا جماعة، طبعا بتقول أنا ما بطبخش ولا بعمل أكل ولا بعمل أي حاجة خالص، وكانت طالعة لنا بصورة رهيبة، وإن هي كانت مرعوبة، وإن هي مش قادرة تقعد في الشقة من كتر الفيران. حتى جابت لنا لقطة كده والفيران فين؟ في الحيطة كده من فوق يا جماعة، في الجبسن بورد. طبعا دول طلعوا ازاي الله اعلم. الحيطه عندك ناعمه، الحيطه عندك ما فيهاش اي خربشه. ان الفيران طبعا احنا عارفين يا جماعه الفار بيطلع على الحيطه اللي هي بتبقى اسمنت كده مخربشه، طبعا علشان يمسك بضوافره ويطلع. طب انت الحيطه عندك ناعمه جدا، طلع ازاي؟ الله اعلم بقدره قادر. طبعا كلها حوارات، كلها حوارات فكسانه يا جماعه، وقعدت ان هي تبرر لنا. دي طبعا انا مصوره البيت وشايفين الفيران يا جماعه، شايفين الفار ماشي ازاي على الارض، وفضلت تبرر للمتابعين ان هي خايفه ومرعوبه، والفيران هو ازاي انا هحط صور مش في شقتي. وفضلت يا جماعه تثبت وتقول انا قرفت من الشقه وانا ما بطبخش واكلنا كله من بره. فطبعا يا دودو ازاي يا حبيبه قلبي الفار هيطلع اولا على الحيطه؟ ثانيا الحوارات الفكسانة بتاعتك مفيش اعمال بالفيران ولا بالدود ولا باي حاجة. التأليفات اللي انت بتعمليها التأليفات علشان المشاهدات، ما ينفعش تستخفي بعقول المشاهدين ومتابعينك، علشان كده الناس هتزهق، والناس حبت محتواكي وبقى ليكي متابعين، فياريت ما تخسرهمش بتأليفاتك وحواراتك والكذب والتضليل اللي انت بتعمليه. مش هتاخدي اي حاجة خالص غير الناس هتكرهك، والناس هيفقدوا المصداقية بتاعت القناة، ومش هيحبوا ان هم يشاهدولك تاني. فاتمنى تبطلي الحوارات والتأليفات، لانك انت طبعا كده وسعت معاكي جامد جامد جامد. فياريت توقفي المهزلة دي في اقرب وقت ممكن، لان انت لسه كنت اول امبارح بس عامله السيشن بتاع عيد جوازكم. فمش شكل واحده عندها اعمال ولا عندها عشيره فيران ولا عندها الكلام ده كله، ان هي تطلع بدم رايق وان هي تتمكج وان هي تتدلع وان هي تعمل كل الحوارات دي، وهي عندها المصايب اللي انت بتقوليها دي. كل ده كذب في كذب، وكل ده يا جماعه تضليل علشان المشاهدات مش اكتر. بس يا حبايب قلبي، وبهنا يكون خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى باذن الله يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وباذن الله تفعلوا كلمة الكل علشان باذن الله يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.